عزيزي، أهلا بيك في حلقة جديدة من اضطراب في الكبسولة. أهلا بيكم في الجزء الثاني من اضطراب ثنائي القطب. الجزء الأول من الاضطراب اتكلمنا عن الأعراض، واتكلمنا كمان عن تعريف المرض وكمان اتكلمنا عن التاريخ الحالي بتاعه. في الحلقة بتاعت النهاردة في الجزء الثاني هنتكلم بقى عن الأسباب والعلاج وطرق العلاج بتاعه كمان. تابع معايا. مبدئيا لازم نعرف ايه هي اسباب الاصابة بثنائي القطب. منهم اسباب وراثية. العلماء وجدوا ان 70% من الحالات المصابة بثنائي القطب سبب اصابتهم كان وراثي. ومثلا ان اذا اصيب احد التوائم المتماثلة بالاضطراب فإن نسبة إصابة التوأم الآخر هتكون 33%، ودي نسبة مش قليلة. وكمان إذا أصيب أحد الوالدين سواء الأب أو الأم بالاضطراب فإن نسبة إصابة الأبناء بتكون تتراوح ما بين 10 ل 13%. تاني حاجة الأسباب البيئية والتركيب الجسمي. أول حاجة إن النمط المكتنز أو البدين هو أكثر عرضة من غيره لردود الأفعال العاطفية، بمعنى إن الأشخاص المليانة شوية بالبلدي كده دول أكثر عرضة من الأشخاص الآخرين في استجابتهم وانفعالاتهم بالنسبة للانتقادات الموجهة ليهم على شكلهم وجسمهم. تاني حاجة قلنا إن العلماء بيقولوا إن في علاقة بين ثنائي القطب ونسبة المعادن في الجسم، وكمان في علاقة بين ثنائي القطب وبين اضطرابات الغدد، خاصة الغدد القذرية والغدد الجنسية. وكمان العلماء قالوا ان في علاقة بين ثنائي القطب وبين اضطراب الجهاز العصبي زي ظهر الجهاز العصبي وكمان اورام الفص الجبهي. وتالت سبب معانا هو السبب النفسي. بيشوف العلماء ان اضطراب العلاقه بين الاطفال وابهاتهم بتسبب مشاكل كتير، وكمان فكره ان هم مش عارفين يتعاملوا مع ضغوط البيئه او مثلا المشاكل اللي بتحصل في العائله، وكتره الضغوطات ديت او العقاب الصارم اللي بيحصل مثلا للاطفال ساعتها ده بيسبب ان الاطفال تتسبب بالاضطرابات. من نظريه التحليل النفسي ان من اهم الاسباب هو فقدان الاطفال حب الوالدين، لان ده بيسبب مشاكل كتير، من ضمنها طبعا ان بيحصل نقوص المرحله الفميه زي ما احنا كنا بنتكلم في الحلقات اللي فاتت. بعد كده عندنا الأسباب بتاعة الغدد الصماء. العلماء وجدوا إن بعد إجراء الكثير من الأبحاث عن علاقة اضطراب ثنائي القطب بنسبة المعادن في الجسم، اللي حصل وجدوا إن الأشخاص المكتئبة وفي طور الاكتئاب مثلا عندهم إن نسبة الصوديوم في جسمهم بتزداد بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي. أما الشخص اللي في نوبة هوس نسبة الصوديوم بتزيد بمعدل 200%، وبمجرد شفاء الأشخاص دي النسبة بترجع لطبيعتها. ولإثبات التجربة تم إعطاء بعض المرضى من ثنائي القطب هرمون النخامية، ومن المعروف إن هو بيعمل إيه؟ بيحتفظ بالماء والصوديوم داخل الجسم. فلاحظوا إن الحالات بتتدهور سواء كانت في نوبة اكتئاب أو نوبة هوس، وده بيثبت إن كمان إن نسبة الصوديوم بتعمل إيه؟ بتأثر على ثنائي القطب. وكمان ان العلماء وجدوا وجدوا العلماء ان نسبة الهرمونات العصبية بتقل في المراكز الدماغية لدى المرضى المنتحرين من حالات الاكتئاب. وطبعا الحالات دي كانت بتاخد انتي ديبريشن مضادات للاكتئاب. وكمان لاحظوا ان نسبة الهرمونات بتزيد خلال العلاج وبتصل لأقصاها لمدة 3 أو 4 أسابيع من تناول العلاج. نقول بعض الملاحظات عن ثنائي القطب. أول حاجة إن طور الهوس الغير معالج لا يستمر أكثر من 6 شهور، أما طور الاكتئاب لا يستمر أكثر من 9 شهور، فبالتالي بنلاحظ إن أطوار الهوس أقل بكتير من الأطوار بتاعة الاكتئاب. تاني حاجة إن المرض ممكن يأتي على هيئة طور هوس ثم يتحسن، وبعدين يدخل طور اكتئاب ثم يتحسن، وهكذا طول الفترة المرضية بتاعة الشخص. أو ممكن يأتي على هيئة طور هوس بس أو طور اكتئاب بس، أو ممكن يأتي على هيئة فترات غير منتظمة زي دورتين هوس 3 اكتئاب مثلا أو 2 اكتئاب وهكذا. كمان عندنا ممكن يأتي على هيئة طور هوس أو بعدين طور اكتئاب وبعدين طور هوس من غير ما ياخد فترات شفاء، لأن المزاوجة بتمنع فترات الشفاء. كمان من الملحوظات اللي لازم نعرفها ان بالرغم من شدة الاعراض الا ان الفرد مش بيحصل له تدهور عقلي او انفعالي.
وبيفضل متصل بالواقع، إلا بقى في حالتين: لو جاب آخر سلم الاكتئاب وهو الاكتئاب الذهولي، أو آخر سلم في الهوس اللي هو الهوس الهذيان. عن ثنائي القطب وأنواعه والدرجات بتاعة الاضطراب، واتكلمنا عن الأسباب، هنتكلم عن العلاج. عندنا طرق كتير لعلاج الاضطراب بتاع ثنائي القطب. أول حاجة العلاج الطبي، يعني مثلا في حالة طور الهوس بيستدعي ان انا اسيطر على النشاط والحركة الزائدة عن طريق الرجفات الكهربائية، وعن طريق الكلوربومازين، وكمان عن طريق العلاج المائي كمسكن. اما في حالة طور الاكتئاب يستدعي ان انا اخفف من الحالة المزاجية والاكتئاب عن طريق امبريمين، توفرانيل، والعلاج بالرجفات الكهربائية. وكمان لازم اعالج الاعراض المصاحبة زي الشهية، فقدان الشهية، وكمان القلق، وكمان الأرق. تاني نوع من انواع العلاجات هي العلاجات بالرجفات الكهربائية، ودي انجح واهم الانواع العلاجات، وكمان ديت بتستخدم بطريقة آمنة على المخ بحيث ان هي ما تأثرش وتسبب نسيان وكده. لازم نعرف انها بتستخدم في حالات الاكتئاب، خصوصا حالات الاكتئاب المزمن والعصابي. وكمان توقيت استخدامها مهم جدا، زي استخدامها في بداية المرض وقرب نهايته اهم بكتير من استخدامها مثلا في قمة شدة الاضطراب وكده. وكمان دي بتصلح في الاستخدام في قرب نهاية طور الهوس بعد ضبطه بالأدوية وقبل الدخول في طور الاكتئاب. ثالث نوع من انواع العلاجات هو العلاج بالانسولين المعدل، وده بيستخدم في علاج حالات الاكتئاب البسيط، وخاصة اذا صاحبه فقدان في الشهية. رابع نوع من انواع العلاجات هو العلاج النفسي، بيستخدم في بيستخدم في دعم المريض ومساندته وفهم مشكلته وحل احباطاته وصراعاته واعطائه امل في العلاج والشفاء. تاني حاجة العلاج النفسي، بيستخدم العلاج النفسي التفريغي والتدعيمي، بيستخدم في علاج الاكتئاب البسيط. اما العلاج النفسي المركب او فيما يدعى عليه المكثف، وكمان العلاج الجمعي ده بيستخدم في بين النوبات لاحداث تغيير جذري في الشخصية. وكمان ان انا اعلم المريض ازاي يعبر عن انفعالاته بشكل سوي وبشكل الى حد ما بناء، بدل من التعبير عنه بصورة مرضية. خامس نوع من انواع العلاجات هو العلاج الاجتماعي والعلاج البيئي، وده يهدف الى تخفيف الضغوط الاجتماعية ودعم توافق المريض في المواقف الاجتماعية، والعلاج بالعمل عن طريق ان احنا بنشغل المريض عن افكاره السوداوية ومن تمركزه حول ذاته في طور الاكتئاب. وكمان ان احنا بنضبط طاقته الداخلية، وكمان بنضبط النشاط بتاعه في طور الهوس، وكمان بنعلمه ازاي يواجه المشاكل بتاعته وازاي يعبر عن انفعالاته. اخر نوع من انواع العلاجات هو العلاج الوقائي. العلاج الوقائي طبعا احنا عارفين ان الاضطراب ده بيميل للمعودة وان ممكن تحصل انتكاسة، فلازم المريض ان هو يلتزم بالادوية، وكمان يكون على حذر، والاخرين اللي حواليه يكونوا على حذر، لان الاضطراب ده بيميل للمعودة، والمعودة دي او الانتكاسة بتحصل وتستغرق بين شهور وسنوات. طب دلوقتي لازم نعرف اهم حاجة هي لو عندنا مريض مصاب بثنائي القطب اتعامل معاه ازاي. اول حاجة لازم ان انا افهم المريض وافهم معاناته ومراحل العلاج، واعرف اسباب الاضطراب اللي بيمر بيه عشان اقدر ان انا اساعده. تاني حاجة لازم يكون عندي صبر ويكون عندي تفهم للاضطراب ده وللمريض. ليه بقى؟ عشان ان انا اقدر اتعامل معاه بشكل صح، لان المريض بيمر بنوبات مزاجية متغيرة، فبالتالي لازم اكون صبورة شوية. تالت حاجة لازم ان انا اقدر ان انا اساعد المريض ان هو يعمل المهام اليومية اللي بتنطلب منه من الاخصائي، وكمان لازم ان انا اساعده ان هو يعمل ان انا اساعده يلتزم في الجلسات النفسية. وكمان من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها ان انت تحاول ما تاخدش كل حاجة على محمل الجد وعلى زي ما بنقوله على اعصابك،
لان تصرفات المريض هتوهمك ان هو عايز يأذيك، ولكن هو اصلا مش قاصد ده. ليه بقى؟ لان زي ما قلنا ان تصرفاته دي بتكون خارج عن ارادته. ومن الحاجات برضو اللي لازم نعرفها هو ان احنا لازم نتجنب لوم المريض على تصرفاته وسلوكياته لانها خارجة عن ارادته، وكمان لان الاضطراب ده بيأثر على الدماغ. نهاية الفيديو اتمنى تكونوا استفدتوا مننا ونكون قدرنا نوصل معلومة بشكل بسيط ومختصر ومفيد، وكمان استنونا في الحلقات الجديدة من الاضطراب في الكبسولة.